انا بجد يا جماعه مش عارفه اشكركم ازاي على كم الدعوات الحلوه اللي شفتها منكم امبارح لما قلت لكم اني عندي مشكله على الصفحه. وانا فعلا دلوقتي بقيت متاكده مليون في الميه ان ربنا بيحبني، انه رزقني بناس زيكم كده تحبني وتدعي لي. وكان نفسي فعلا بقى ان انا اطلع معاكم لايف ونتكلم كتير، بس حقكم عليا والله ما كنتش هعرف امسك نفسي من العياط. المهم يعني لحد بقى ما المشكلة تتحل أو ما تتحلش، فأنا معاكم كل يوم على الصفحة، وإن شاء الله زي ما احنا هننزل فيديوهاتنا زي ما احنا. وعارفة كمان ومتأكدة إن انتوا كل ما هتشوفوا فيديو ليه هتدعوا لي دعوة حلوة كده من قلبكم إن ربنا يحلها إن شاء الله على خير. ويلا بينا بقى نشوف الفيديو بتاعنا النهاردة بيتكلم عن إيه. هنجيب شوية بلح ناشف، أنا جبت بالظبط كده حوالي 300 جرام من البلح، غسلتهم كويس وحطيتهم في طاسة على النار، وحطيت معاهم كوباية كبيرة من المية، وغطيت وهديت النار لحد لما البلح استوى. بعد كده فصصت البلح واخدت منه بالظبط حوالي كوبايه، حطيت على البلح نص كوبايه لبن وضربتهم مع بعض كويس بالهاند بلندر لحد ما بقى كريمي معايا بالشكل ده. زودت عليهم بقى 3 كوبايات من اللبن وكوبايه كبيره من الميه، معلقه عسل اختياري، كيس ايس كريم بطعم الفانيليا، ومعلقتين كبار من اللوز. واضربوا الكلام ده بقى كله في الخلاط او بالهاند بلندر، وهتشربوا احلى واجمل عصير طول رمضان. يلا بقى مستنيين ايه؟ قوموا جربوه بالطريقه بتاعتي ومتاكده هيعجبكم وهيعجب كل البيت. وما تنسونيش بقى من دعوة حلوة كده من قلبكم، لاني بجد بجد في امس الحاجة لكل دعوة منكم. واشوفكم على خير بقى في الفيديو اللي جاي. مع السلامة.